مرحبا، معكم روان. كيفكم يا احلى وردات؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير وانتم عم تتابعوا فيديو اليوم رجعت لكم فيديو جديد مثل ما قرأنا بالعنوان. اليوم الفيديو رح يكون عبارة عن مشترياتي للمدرسة. فقبل ما نبلش فيديو اليوم حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شيء جديد بينزل على قناتي، وتابعوني على انستغرام وسناب شات وتيك توك وكواي، حتلاقوا كل الروابط موجودة في ديسكريبشن بوكس. وهلا يلا نبلش الفيديو. اوكي حبايبي، طبعا بدي احكي لكم عني. انا كثير بحب فيديوهات العودة للمدرسة ومشتريات المدرسة وهي الاشياء. مين مثلك كثير بحب فيديوهات المدرسة ومشتريات والتسوق وهي الاشياء؟ كتبوا لي بالكومنتات. وهلا يلا خليني اورجيكم شو اشتريت للمدرسة. فيلا نبلش الفيديو، ليتس جو. اوكي حبايبي، طبعا اول شي خلونا نبلش بالشنطة. جايز ليكوا هاي الشنطة قديش كيوت. طبعا اشتريتها هاي الشنطة، كتير حبيتها ولونها غامق. يعني انا بصراحة لاحظت انه انا كل سنة بجيب لون بينك 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 بينك، انه روان خلص شو بينك، صرتي صف 11 انتي. فجبت هذا اللون كتير حلو، حسيتها الشنطة بتجنن هيك، كتير كيوت وهيك، و حبيتها وكبيرة وبتوسع اشياء كتير. شو رأيكم فيها؟ بتقولوا رأيكم باللون. شوفوا انه حسيت انه حلوة بتلبق مع المريول، اهم شي عندي. فيس حبايبي، بعد ما خلصنا الشنطة طبعا فرجيتكم هدول الاشياء اللي اشتريتها بالفيديو الماضي، بس يمكن في عالم ما حضروا الفيديو الماضي عم يشوفوا هذا الفيديو وعم يشوفوني لاول مرة، فيمكن انتم ما شفتوا انه اشتريت هي المقلمة ومع هي المي، القنينة للمي، مطبقتهم نفس النقشة فليكو كتير حلوين. طبعا هاي القنينة بتحفظ المي سواء كانت باردة او سخنة، فكتير حلوة. وهي هي المقلمة. طبعا يا جماعة انا بصراحة حطيت اغراضي اللي بدي احطها بالمقلمة، فخلوني اورجيكم شو حطيت فيها. حطيت هدول كتير حبيتهم، جبتهم من سنتر بوينت. وكمان حاطة مسطرة، اوكي حاطة مسطرة بجيبها بعد شوي. وكمان جبت هدول، ويت خليني اورجيكم القلم. اشتريت هذا القلم مع هاي الرصاص، كتير كتير كيوت جايز. ليكو قديش حلوين. بصراحة هو انا ما كتير بستخدم هذا النوع من الاقلام، بس هيك يعني حبيت اجيبهم، عرفتوا تشكيلة. جبت هذا القلم، ليكو قديش كيوت. طبعا ليكو جايز فيه كل الالوان، فيه احمر، ازرق، اصفر، اسود، زهري، بنفسجي، اخضر، وهيك. اوكي مبدئيا شكله خربان يا حبيبي جايز، لسه ما استخدمته بس ليكو ما عم يصير. يلا بنلاقي له حل بعد شوي. وحبايبي عندنا هاي البراي. اذا ملاحظين جبت كتير اشياء بينك، فبدل اجيب الشنطة بينك هالمرة جبت الاشياء اللي حستخدمها بينك، فحلو. جبت هذا اللزق، طبعا جبت اكثر من واحد، هلا رح اورجيكم باقي الاشياء الكاملين. وهي المساحة يلي بتفوز، كتير كتير بحب هذا النوع المساحات. وعندنا قلم رصاص ثاني خشب، يعني انا بورجيكم شو حاطة. هذا القلم حبايبي، مبدئيا هذا القلم خربان، فليكو ما عم يصير، ما بعرف ليش. شوفوا فغريبة والله، ما بعرف ليش هيك. ما بعرف شو صار له. صار جايز، صار ليكو. اوكي اشتريت حبايبي هدول الاقلام الحبر. طبعا بصراحة انا السنة الماضية استخدمت 4 الوان، بس هاي السنة مدري، يعني انا كنت دايما كل سنة بشتري كتير الوان، بس السنة الماضية بالذات اشتريت ازرق، اخضر، احمر، بنفسجي واسود، 5 الوان عفوا. بس هاي السنة جبت هدول الاقلام كتير حبيتهم، وهيك حبيتهم، يعني انا بحب هذا النوع كتير، وان شاء الله استخدمون كلهم، ما استخدم بس 5 الوان ان شاء الله. اوكي حبايبي، طبعا انا ما اشتريت ملف، بس لقيت ماما جايبت لي ملف مثل لون الملف اللي اخوي جايبت لي اللون الازرق، بس اتس اوكي يعني على فكرة مو شرط انه اللون الازرق يكون للاولاد، فملف ازرق حلو. انه انا كنت مفكرة جايبة 2 لاخوي مزون، بس يوم رجعت على البيت انصدمت انه جايبت لي الازرق لإلي. اوكي حبايبي، حاليا وقت الدفاتر. اول شي جبت عندنا هذا الدفتر، نقشته كتير حلوة وحبيت تداخل الالوان ببعضهم كتير، هيك. ثاني دفتر عندنا هذا الدفتر، تقريبا نفس النقشة كلياتهم بس غير الوان. وهاد
اوكي ما تكتب معك هو هيك. وهذا الدفتر طبعا لحد الان انا ما حددت كل دفتر لاي ماده، بعدين بحدد يعني بس اوكي. وبصراحه جبت دفتر رسم بياني، ما بعرف اذا هالسنه عندنا رسم بياني او لا، بس بصراحه جبت الدفتر يعني احتياطات. كل سنه بيكون في رسم بياني للفيزياء او هيك، فاكيد رح نستخدمه. وجبت هذا الدفتر ما بعرف لاي ماده، بس هذا على الاغلب يكون اسلاميه. وهاد نقشته كتير حلوه. طبعا هذا حبايبي، اوكي لحظه بس قلت على ايدي الكتب وين حبايبي. طبعا هذا الدفتر شفتوني يوم اشتريته، صورت لكم بالفيديو الماضي اني جبت هذا الدفتر مع القلم اللي فرجيتكم اياه قبل شوي، قلت لكم خرب بس تصلح. ليكو هذا الدفتر كتير كيوت، انه هيك ساده وما عليه ولا رسمه، كتير حبيته كتير. دفتر الرياضيات، بصراحة دفتر رياضيات أنا بجيبه 200 ورقة 200، لأنه كتير نكتب رياضيات. بصراحة إنه ما كتير حبيت ألوانه وهيك، بس إنه كان هو الوحيد اللي عدده كبير، ما في نقش ثاني. وآخر دفتر عنا هذا الدفتر. أوكي حبايبي، طبعا حاليا بدي أطبق الأغراض في الشنطة، فيلا خلونا نطبقهم مع بعض. أول شي رح أفتح الدفاتر كلياتهم من أكياسهم. جايز اوه ماي جاد جايز، طلع هذا الدفتر اللي جبناه دفتر مربعات. والله ما كنت بعرف، يا الله كنا جايبين الخطوط كيف صار مربعات. اوه ماي جاد، الحمد لله جايز، الحمد لله ماما جابت دفتر زياده من هدول الدفاتر، حست رح يصير شيء. سبحان الله، احساس الامهات دائما غير، منيح ماما جابت دفتر زياده يا جماعه. كنت ما بعرف كيف طلع مربعات، بس يلا اتس اوكي. اكيد ما حستخدمه يعني حبايبي. طبعا اتس اوكي، بس انا كان كثير عجبني الدفتر. يوم نحن فتحناه هنيك كان في دفتر عادي، فشكلنا نحن تخربطنا وقت اشتريناه، بس يلا حصل خير. خلونا الله نفتح باقي الدفاتر ونحطهم بالشنطه. جايز صار بدي اتاكد من كل الدفاتر انه ورقه عاديه. هذا كتير حلو. ليكو جايز انه انا بحب الدفتر ما يكون فيه فوق عنوان او هيك او التاريخ، يعني في دفاتر بيكون في من فوق مكتوب، هون هيك احلى، بتكتب العنوان والتاريخ هيك احلى. اوكي حبايبي، ليكو طبعا هذا الدفتر شوي من الاطراف فيه اصفر، بس انه عادي يعني عرفتوه مو مؤثر يعني، بس لو كان ساده احلى، بس انه اتس اوكي عادي. حبيت كثير هذا الدفتر يا جماعه، دفتر رياضيات. اوكي حبايبي، هلا يلا خلونا نطبقهم بالشنطه. طبعا جايز انا بحب دفاتر الراسور، كثير بحب اللي بيكون فيهم راسور، اذا ما فيهم راسور مستحيل اشتريهم. فبدي اعطيكم الطريقه اللي بيستخدموا دفاتر الراسور حتى ما يخربوا. لازم ترتبوهم هيك، الراسور واحد هون، الثاني يكون ما في راسور، تكون طرف من الثاني حتى ما يخربوا، يعني هيك بعدين هيك، عرفتوا يا جماعه؟ هيك نرتبهم بالشنطه. حبايبي انا هلا اكتشفت انه هذا الدفتر مو لإلي، لانه انا ما جبت هيك يكون فيه غير هذا اللي هو الاخضر الوحيد اللي جبت يكون فيه الوان، فهذا لاخوي مزون وانا هذا هو دفتري. لانه انا جبتهم كلهم بدون الوان. طبعا حبايبي اكتشفت انه لازم اخذ هذا الدفتر فيه الوان، مع انه ما كثير حبيته، بس اوكي حاخذه لانه ناقصني دفتر مثل ما قلت لكم، بس ماما الحمد لله جابت دفتر زياده، فرح اخذ هذا الدفتر لانه هو الوحيد اللي ناقشته غير من باقي الدفاتر. حبايبي اللي ما شاف الفيديو الماضي يمكن ما تعرفوا كمان جبت هاي التوت باج، فكتير كيوت هيك، كتير حبيتها. اوكي حبايبي، طبعا هلا رح ورجيكم اغراض اخوي مزون. جايز ليكو جايب الوان، يا الله يا حرام عندهم فنون. اللهم لا شماتة يا رب. دفتر رسم، ملف، هدول اقلام الرصاص يا جماعه، انا ورجيتكم بس قلم واحد، بس هدول هن لزق. طبعا يا جماعه نحن جبنا لزق زياده لانه يعني كل فتره بس يخلص لزق بناخذ لزق ثاني. الكثير من اقلام الرصاص، طبعا اقلام الرصاص ابدا ما بتقل. مساطر مساطر، لزق كمان، وهي البراي.
اوكي حبايبي خلونا نكمل. تليفون عم يهتز ولا عم يتهيألي؟ اوكي جايز نكمل. هدول الاقلام الرصاص اللي لا غنى عنهم، كتير بحبهم لانه ما بيحتاجوا لتبراي وهي الاشياء. وطبعا هذا القلم الحبر مزون كتير بيحبه، كتير 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 بيحبه، يعني كل سنة بجيب منه. هدول الدفاتر نفس دفاتري، وهدول الدفاتر التانيين. اوكي حبايبي هاد كان فيديو اليوم. طبعا حبايبي في كتير عالم ما بيعرفوا انا اي صف صرت. يا جماعة انا صف 11، لانه دايما بفتح لايف على تيك توك بتسألوني انت اي صف اي صف اي صف. يا جماعة انا صف 11. وطبعا حبايبي دايما بيسألوني روان انت شو اخترتي، علمي ولا ادبي، وشو المواد اللي اخترتيها؟ طبعا حبايبي انا ميولي للعلمي، اخترت فيزياء وكيمياء واحياء. فهي السنة ما حيكون عندي ولا مادة من المواد التانية الغير أساسية اللي احنا بنعتبرها يعني. ما اخترت ولا مادة، بس 3 مواد. واخترت رياضيات المتقدم لأنه أنا كتير بحب الرياضيات. فإن شاء الله الله يوفقنا كلياتنا يا جماعة، وإن شاء الله نكون بأعلى الدرجات وأعلى المراتب إن شاء الله. وأنا بحبكم كتير. هاد كان فيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم حبيتوه. إذا حبيتوا حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد بتنزلوا روان. تابعوني على التيك توك، عم بفتح عليه كل يوم لايفات. فيس بعد شوي رح افتح لايف عليه كمان. اوكي بس انه رح يكون الفيديو مو نفس اليوم اللي حفتح فيه اللايف حينزل، بس اتس اوكي. انا بحبكم كتير. باي باي.